صباح الفل او مساء الفل على حسب ما بتسمع الفيديو. باذن الله ان شاء الله هنكمل مع بعض اقوى كورس جرامر من الصفر للاحتراف باذن الله. والنهارده هناخد موضوع مهم جدا جدا، لو انا مثلا عايز اقول الكتاب على الترابيزه، او شفت القلم تحت الترابيزه، او شفت القطه جوه الصندوق، جوه او تحت او على او في او من او مع. الحاجات دي استخدمها ازاي او معناها ايه؟ دي البريبوزيشنز، حروف الجر. طبعا حروف الجر كتيره جدا وبنستخدمها مع الازمنه وبنستخدمها مع الاماكن. النهارده ان شاء الله باذن الله هناخد اللي بنستخدمهم مع الاماكن، ودي البريبوزيشنز المهمه جدا جدا. عشان كده في النهايه عايزين نطلع بسؤال وير اللي هنطلع بيه في الاخر. اين؟ انا بسال بقى الحاجه دي، مثلا عايز اقول فين الكتاب، تقول الكتاب على الترابيزه، او الكتاب مثلا كذا. فتعالوا كده ناخد الامثله الاول، وبعد كده نبدا نوصل في النهايه لوير، اللي هو نبدا السؤال بوير اللي هو اين. اول حاجه عندي ان معناها في، وفي معناها في الداخل من جوه. تمام. لما اقول مثلا القطه في الصندوق، القطه في الصندوق، قطه يعني ايه؟ ذا كات. طيب في هتقول لي ان. طيب في النص كده ما ينفعش انك تقول لي ذا كات ان، لازم يكون الجمله فيها حاجه كده موجوده زي verb to be، او يكون في فعل موجود في الجمله. عشان كده هقول the cat دي مفرد، فهقول the cat is in the box. يبقى هنا القطه تكون، لازم اترجمها كده الجمله، القطه تكون in في the box الصندوق. طيب بعد كده عندي on معناها على، وعلى بستخدمها على سطح، على حاجه. مثلا لما اقول فين الكتاب او where is the book، فين الكتاب، هتقول لي الكتاب على الترابيزه. الكتاب اللي هو the book. قلنا طبعا لازم يكون فيه جمله، لازم يكون عندي فعل. طيب the book كده مفرد يبقى ياخد is، يبقى the book is on على the table الترابيزه، يبقى الكتاب يكون على الترابيزه. طيب بعد كده عندي under يعني تحت. عايز اقول مثلا القطه شفتها تحت الترابيزه، يبقى هقول the cat is تكون، او بلاش نخليها، عايزين نخليها جمع، هقول the cats القطط، يبقى the cats دي جمع، تبقى the cats are under. يبقى القطط تكون تحت the table تحت الترابيزة. يبقى عندي خدنا in معناها في حاجة من الداخل من جوه، on معناها على سطح. عندي بعد كده under معناها تحت. بعد كده عندي between two things أو two persons. يعني مثلا عايز أقول أحمد بين علي ومحسن، يبقى أحمد بين حاجتين، بين شخصين. طيب عايز اقول القلم ما بين الكراسه والكتاب، يبقى دول بين حاجتين. يبقى كلمه between معناها بين، وليها استخدامات كتير. لما اقول my house بيتنا is يكون، بيتنا يكون between بين the two trees، بيتنا بين الشجرتين. اوكي، يبقى هنا ممكن بستخدمها between the two trees بين الشجرتين، او ممكن اقول my house is between بيتنا بيكون، او بيتي انا بيكون between the library المكتبة and the hospital بين المستشفى والمكتبة. يبقى عندي دول ممكن استخدمهم. يبقى عندي between لازم يكون عندي بين حاجتين، لازم يكون بين حاجتين سواء شخصين او بيكون شيئين على حسب اللي انا بتكلم فيه في الجملة. عندي بعد كده behind معناها الخلف. يعني مثلا عايز اقول انا شفت الكتاب، او الكتاب مثلا ورا الباب، هقول the book الكتاب ماله is يكون ايه؟ behind
the door. يبقى الكتاب the book is behind the door. الكتاب يكون behind خلف the door الباب. طيب بعد كده عندي from يعني من، اللي احنا قلناهم فوق دول من اهم البريبوزيشنز اللي بيتكرروا كتير جدا، بس انا زودت الثلاثه اللي تحت دول عشان تساعدك في تكوين جمله وتكوين باراجراف. from اللي هي من، عايز اقول مثلا نستخدم to برضو معناها الى. تعالوا كده نستخدم الاثنين مع بعض ونكتب جمله. مثلا عايز اقول I go to Cairo، انا بروح القاهره from أسوان. يبقى هنا to معناها إلى، I go أنا أذهب إلى كايرو from من، يعني أنا أذهب إلى القاهرة من أسوان. يبقى عندي from و to. ممكن برضه أقول مثلا لما أقول لك where are you from، أنت منين؟ هتقول لي I am from Egypt، أنا من مصر. أوكي. آخر حاجة عندي with اللي هي مع. with يعني مع. عايز أقول لك مثلا أنت بتروح المدرسة مع مين؟ هتقول لي I go to school with مع my friends. يبقى هنا I go to school أنا أروح المدرسة مع مين؟ مع with يعني مع. يبقى عندي الأهم الحروف الجر اللي بستخدمها مع الأماكن اللي باستمرارية وبتكرار كتيرة جدا، عندي في وعلى وتحت وبين وخلف. طبعا عندي هنا front of اللي هي في الأمام، وعندي شوية حاجات تانية كتيرة جدا، ولكن دول من أهم البروبوزيشنز اللي ممكن بتبتدي إنك تستخدمها. طيب تعالوا كده نستخدم where ونقول مثلا شوية أمثلة دلوقتي ونشوف هنستخدمها إزاي. لما أسألك أنا شايف ترابيزة وتحت الترابيزة في قطة، هقول where. عندي على حسب، لو بتسأل عن مفرد هتقول is، لو بتسأل عن جمع هتقول are. where is أين، يبقى هنا where is the cat. طيب لو كانوا قطط يبقى اقول where are the cats. يبقى اين القطه او اين القطط. يبقى هنا بستخدم في السؤال ده where is او where are. لما بسأل عن اي حاجه where is the book، where is the pen، where is the table، where is the board، where is احمد، أين أحمد، where is علي، أين علي، وهكذا. يبقى ده أنا بستخدمه لما بقول أين. where معناها أين، وبتسأل عن المكان بتاع شيء أو شخص أو عن حاجة. طيب where is the cat، أنا عايز أقول القطة شفتها، أو القطة هي أصلا تحت الترابيزة، يبقى هقول the cat under. مين شاف غلطة؟ the cat under the table، صح؟ طبعا لا، هتقول لي ما ينفعش، لازم يكون في ايه؟ شاطر اللي قال فعل، يبقى the cat is under the table. طيب في إجابة تانية مختصرة أكثر؟ ممكن بدل ما أقول the cat is، طب the cat دي اللي هي الغير عاقل بستبدلها ب it is، أو ممكن أختصرها تبقى it's. هقول it is under أو it's under the table. تمام. يبقى عندي استخدام، ممكن استبدل في الضمير استبدله واستخدم مكانه it. طب لو كان احمد او علي انا بستخدم هي، لو كان منى او فتحيه وسعديه وشكريه وفتكات والكلام ده يبقى استخدم شي، على حسب الفاعل عندي. ممكن استبدله او ممكن ابتدي استخدمه وهو واعمل نفس الاجابه the cat is او the cats are وهكذا. دي كانت فيديو بسيط جدا وسهل جدا فيه البروبوزيشنز حروف الجر ده، بس دول مهمين جدا جدا انك تبتدي تستخدم اي جمله او اي باراجراف بتبتدي تكتبه هتلاقي نفسك لازم هتحتاج دول في وقت من الاوقات. عشان كده
ذاكرهم كويس قوي وركز فيهم كويس قوي، وما تنساش تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشارك الكورس لكل اصحابك وكل زمايلك، وتشارك في التعليقات لو عندك اي اراء تقولها تشجعنا، او عندك سؤال معين عايز تقوله اكتبه لنا في التعليقات. واستنونا فيديو جديد من اقوى كورس تاسيس في الجرامر من الصفر للاحتراف باذن الله مع مستر زكريا. جود باي.